خاطفة ولادها. دي حكاية ليديا بيرتشيلد. ليديا أم أمريكية مطلقة عندها 3 أولاد وكانت حامل في الرابع. لما اتطلقت راحت تقدم على مساعدة حكومية، فطلبوا منها تحليل DNA زي أي إجراء روتيني عشان يثبتوا أبوة الأم والأب. فتخيلي الصدمة، تحليل الأب طلع مطابق لكن الأم ولا أثر للجينات بتاعتها على أطفالها. الدولة ابتدت تشك، انت جايبة العيال دول منين؟ خطفاهم ولا عاملة جريمة ومركبة قصة الحمل؟ تحولت الأم من طالبة مساعدة لمتهمة ممكن تتحبس ويتاخد منها ولادها للأبد. ليديا كانت بتنهار كل يوم وبتصرخ أنا أمهم، دول من دمي ولحمي. والقاضي قال لها لازم تثبتي إنك أمهم. هنا دخل العلم يشهد أخيرا. المحامية بتاعتها وسط دوشة القضية شافت مقال علمي عن حالة نادرة جدا. واحدة ست كان عندها نفس حالة ليديا. اسم الحالة الكاميرا البشرية. يعني ايه؟ يعني الانسان يبقى جواه شفرات جينية مزدوجة، DNA مختلف لكل عضو، لانه اصلا كان توأم في رحم، بس التوأم اندمج وهو لسه جنين. وده اللي حصل مع ليديا. DNA في دمها مش هو DNA في الرحم، يعني فعلا دول اولادها، بس التحليل اتعمل من عينة دمها فطلع مش متطابق. DNA بتاع الرحم بتاعها هو اللي متطابق مع ولادها. المحامية اثبتت الحالة وخدوا عينة من نسيج رحم ليديا، ووقتها كل حاجة اتغيرت. التحاليل الجديدة اثبتت فعلا انهم ولادها، وليديا ما كانتش بتكذب، بس جسمها هو اللي عمل فيها كده. ودي كانت حكاية ليديا. في لحظة كانت هتخسر ولادها وحياتها واسمها. تابعيني انا هند رائد في بطلة الحكاية، عشان كل واحدة عندها حكايات تستاهل تتحكي.